ويا مرحبا، أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد لليوم. بتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية وانتوا قاعدين بتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم رح نعمل مع بعض القطر، طريقة المحلات المعتمدة اللي مستحيل يسكر معنا أو يصير عنا خرزات من السكر، بنقدر نخزنه لطول شهر رمضان المبارك. كل عام وانتم بخير. رح نبدأ مع بعض. رح أحط أي كسرول أو أي طنجرة على النار وأضيف كمية السكر المطلوبة. طبعا كل المقادير رح تكون تحت في خانة الوصف. ورح أضيف المي. السكر الموجود عندي أي نوع سكر، والمي بدرجة حرارة الغرفة أو باردة أو سخنة ما بيأثر أبدا معنا، ما تقلقوا بهذه الخطوات. طبعا الفيديو هذا موجه لربات البيوت الجديدة. رح أترك الخليط عندي هذا يبدأ يغلي على النار عبال ما يطلع الرغوة ويكشف أو يشق. بعدين بضيف عندي هون ملح الليمون ومعلقة من العسل، بيعطيني قوام وبيعطيني لزوجة رائعة للقطر الموجود معي. ملح الليمون بمنع لي عملية تسكير القطر. وأنا هون رح أضيف خيوط الزعفران إذا كانت متوفرة. ممكن نضيف كمان الهيل، ممكن نضيف شرايح من الليمون، ممكن نضيف ماء الورد، ماء الزهر، هذا الشيء حسب رغبتنا. مهم إن نضيفه في مرحلة بداية الغليان إذا رح نضيف الزعفران عشان يعطيني اللون الحلو ويترك لي الطعم اللذيذ لهذا القطر المميز. رح أتركه يغلي على النار على مدة 10 دقايق عبال ما يصير معي قوامه لزج نوعا ما. يعني لما أمسكه بأطراف الأصابع رح نشوف مع بعض أصابعي تلزق على بعض. هذا هو القطر المتوسط. إذا حابينه يتقل يكون تقيل أكتر ممكن نخليه على النار فترة أطول. شوفوا هلأ بدأ هون القطر عندي أصابع تلزق على بعض. هذا هو القوام المطلوب لكثير من الحلويات العربية. طبعا هون الشيف روزان عملت لنا الناعم السوري، من أروع أنواع الحلويات المميزة اللي بتتقدم بشهر رمضان. سمعيني القرشة، اللهم صل على سيدنا محمد، يعطيكي ألف عافية. طبعا هذا النوع من أنواع الوصفات بتنعمل بس حصريا بشهر رمضان بسوريا. روحوا شوفوا الوصفة، رح تلاقوا الرابط تحت في صندوق الوصف، وإن شاء الله رح تنال على إعجابكم. يعطيكي ألف عافية شيف روزانا. القطر هون أنا بعد ما خليته يبرد تقريبا بدرجة حرارة الغرفة بصفيه بأي وعاء. ممكن أحطه في أناني أخليهم يبردوا تماما وأتركهم بدرجة حرارة الغرفة. بعدوا عندي لمدة 3 شهور من غير أي مشاكل. شايفين اللون الذهبي الرائع؟ هذا هو اللون المميز اللي أعطاني إياه الزعفران. ممكن كمان نحط الورد المحمدي، كمان بعطيه طعم ورد مميز. النكهة اللي نحن حابينها نضيفها على القطر هاي بترجع لنا. وهيك القطر لشهر رمضان صار معنا جاهز، وإن شاء الله الفيديو ينال على إعجابكم. أترككم بأمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.